الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا توقيت الفيديو بتاعي. والنهارده رجعت معاكم باكله جديده، والنهارده هنعمل مع بعض كباب حله الفراخ. طريقته سهله وبسيطه واكله حلوه وموفره الى حد ما. جربوا بس انتوا الطريقه دي وكملي الفيديو وشوفي الطريقه انا عملت الكباب الحله الفراخ ازاي. حلو جدا وطعمه كمان حلو. جربي الطريقه وان شاء الله هتعجبك. لو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل واعملي لايك للفيديو. ويلا بينا تعالي شوفي انا عملتها ازاي. انا كان معايا فرخه، الفرخه مش كبيره الى حد ما. تمام. انا جبت الفرخه قطعتها على 8 قطع. مش حابه تقطعيها وتسيبيها على كده عادي، في ناس بتقطعها على 8 وفي ناس بتقطعها على 4 وفي ناس بتقطعها على 12 على حسب حجم الفرخه بتاعك. تمام. هاخدها بقى اغسلها كويس جدا ولو فيها اي زيادات هظبطها وارجع بقى اجيب الحله بتاعتي واحط معلقه سمنه او زبده وحبه زيت. تمام. هكون طبعا نقعت الفرخه في محلول النقع اللي هو خل، ليمون، سكر، ملح. وبعدين تاخدي الفرخة وتديها صدمة في معلقة الزبدة ومعلقة الزيت أو حبة الزيت. يعني هي ممكن تكون 3 معالق زيت ومعلقة زبدة أو معلقة سمنة، وتسخنيهم وتنزلي بقى عليهم الفراخ تديهم صدمة كده مع رشة فلفل اسود. احنا هندي الفراخ لون بس مش هنسويها، هتاخد لون بس. وبعد ما اديها لون هاخدها بقى اروح مطلعاها ونبدأ بقى نحضر الحاجات اللي هنعمل بيها كباب حلة الفراخ. للأسف في هذا الزمن معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. لك عندي مصلحة فأنت صديقي أتواصل معك وأودك، لك عندي حاجة فأنا أخوك الذي لم تلده أمك، ترى في فرصة فأنا المخلص الوفي الأبي الذي تحبه ويحبك. انتهت المصالح أو عجزت عن مساعدتك. من أنت؟ لا أعرفك، لا تعرفني، وربما حتى لا أتذكرك. هكذا هي الحياة للكثيرين، وربما هي الحياة من فرضت على البعض أن يكونوا كذلك، لأن أصحاب الأخلاق والمبادئ باتوا قلة في زمن صعب. ولكن نصيحة: حبل المصلحة قصير وإن طال، وحبل المودة طويل. وتذكر أن تعاشر الأصيل الذي سيقف معك وقت عسرك ولا يطلب منك لا ردا ولا مقابل، ولن يعايرك بمعروف أو جميل. زي ما شفتوا كده بقى شلنا الفراخ وحطينا مكانها بصلتين كبار كده قطعتهم جوانح، ورحت نازله كمان معاه بفلفل متقطع وطماطم متقطعه. يعني الفلفل قولي 3 والطماطم برضو 3، قطعيهم كل حاجه صغيره. وتروحي نازله ب2 مرق ورشه فلفل اسود ورشه كزبره ناشفه. وكمان حطيت اللي هي دبابيس القرنفل. مش عندك حطي لورو هيكتفي يعني، وحطي ملح. وحطيت كمان حته صغيره من القرفه بتدي طعم حلو. تمام. وكمان هحط برضو اللوري لو انا عايزه، ولو انتي مش عايزه تحطي القرفه ولا عايزه تحطي الدبوس بتاع القرنفل ممكن تكتفي باللوري بس القرفه بتدي طعم حلو، خصوصا القرفه العود دي. انا اخدت نص العود بس ما اخدتش العود كله، انا مش عايزه طعم قوي فيها. وهقلب بقى كل دول كده مع بعض لحد ما يتبلوا كده شويه. وبعدين هجيب الفراخ بتاعتي هنزل بيها على الخلطه اللي انا عملتها دي، وهقلب الخلطة دي كويس كده في الفراخ، وهسيبهم يتشوحوا شوية مع بعض. هغطيهم يتشوحوا مع بعض كده زي بالظبط 10 دقايق. وبعدين احط عليهم زي كوبايتين مية سخنين كبار، واسيب الفراخ بقى تتسوى في التتبيلة دي مع البهارات مع المية اللي انا حطاها. واعمل بقى حبة الرز الابيض عقبال ما تستوي. انت بقى حابه بعد ما تستوي كده تاخديها تفضيها في صينيه وبعدين تروحي حطاها تحت الشوايه في الفرن تاخد لون، هتديكي طعم احلى واحلى. بس ما تنشفيش الصوص اللي هيكون فيها قوي، علشان الصوص ده بيبقى حلو لو اتغمس كده او لو اتحط على الرز. ولو انت حابه بقى هنا تضيفي حبه بطاطس متقطعه مكعبات حطيها معاها بتبقى طعمها حلو قوي منها كمان ان هما يغمسوا البطاطس. اهي نزلت صوص كده بقى حلو. لما انا غطيتها بتاع 10 دقايق كده هبدأ بقى ان انا اضيف لها المية السخنة تكون عالية عن الفراخ اللي موجودة. سيبيها بقى كده مع بعضها يشربوا ويتستوى كده مع بعضها لحد ما الصوص ده يتقل، زي كأنك بتعملي كباب حلة اللي هو اللحمة. تستوي بقى الفراخ معاه ومع الحاجات اللي محطوطة دي بتدي طعم حلو جدا. وصلتي لحد هنا ولسه ما اشتركتيش في القناة ومفعلتيش زر الجرس على الكل، فعلي زر الجرس على الكل واشتركي في القناة. القناة هتعجبك جدا وفيها حاجات سهلة وبسيطة وحاجات مش مكلفة. بصوا بقى اهي استوت بقى، بصوا بقت عاملة ازاي كرمل بقى البصل والحاجات اللي انا حطاها. بصوا الكرملة بقى
ما حطيناش صلصة ولا اي حاجة، دي الطماطم ال3 طماطمات الصغيرين اللي احنا مقطعينهم. حابة تاخديها زي ما قلتلك تحطيها في الفرن، خديها حطيها في الفرن تاخد وش، مش حابة خلاص. عملت جنبها بقى كده الرز الابيض، وحطيت بقى جنبها مخلل زيتون. الف هنا على اللي كلوا، الف هنا على اللي يعملوها وياكلوها، واشوفكم في فيديو جديد.